بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن المسألة وأصل القصة أن هناك احتلالا لفلسطين بدأ منذ عام 1917، منذ أن غادرت القوات العثمانية ودخلت القوات البريطانية إلى فلسطين. منذ ذلك التاريخ هناك مشكلة في فلسطين، ثم تفاقمت هذه المشكلة بعد أن أعلن عن دولة ما يسمى بدولة إسرائيل، قيامها في عام 1948. هذه هو أساس المشكلة، وبالتالي كل ما يحصل في فلسطين أساسه هو هذه المشكلة، مشكلة الاحتلال. أما عن تفاقم الوضع ما يعني في المرحلة الحالية، فأن الاحتلال الصهيوني يحاول أن يفرض واقعا ويفرض سياسة محددة ومعادلة تجاه التعامل مع المقاومة الفلسطينية. نحن يجب أن لا ننظر إلى أن المقاومة الفلسطينية عندما تقصف قوات الاحتلال سواء في تل أبيب أو في أي مكان، هذه كلها مدن فلسطينية محتلة، لا يجب أن يكون هناك إدانة لمثل هذه الأعمال، بل يجب أن يكون هناك تأييد لهذه الأعمال، لأنها إنما تستهدف قوات محتلة غاصبة لهذه الأرض تمارس الاضطهاد وتمارس الإذلال لشعبنا في كل يوم. ولعل أبرز هذه الأحداث ما نشاهده من حصار لقطاع غزة منذ 13 عاما. ليس هذا فقط، بل أن هناك الآن حراك ضد الأسرى، حراك عنيف جدا، وهناك إصابات بالنسبة للأسرى، وهناك وضع أجهزة في السجون قد تؤدي إلى سرطانات وإلى إيذاء لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال الصهيوني، ناهيك عن أن الحصار المستمر على قطاع غزة قد طال كل مرافق الحياة المدنية والإنسانية لأبناء شعبنا، حتى أن هناك استهداف لحتى المياه الجوفية في قطاع غزة. والكل يعلم أن الآن الوضع في غزة 95% من المياه الجوفية في قطاع غزة هي غير صالحة للشرب، وبالتالي ما يحصل من ردات فعل بالنسبة لأبناء شعبنا في المقاومة إنما هو رد فعل طبيعي على هذا الاحتلال. ولعل الاحتلال الذي يعاني بشكل كبير من مسيرات العودة الكبرى التي يمارسها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة كل يوم جمعة، وما تمثله من مقاومة مستمرة لهذا المحتل الغاصب، وبأساليب سلمية وبصدور عارية، وما يحصل من استهداف لهذا الشعب من قتل وإصابات، حتى بلغ عدد المصابين تجاوز 23,000 مصاب، وما يزيد عن 250 جريح فلسطيني في هذه المسيرات. له دليل صارخ على أن هذا الاحتلال هو لا يستهدف إلا أن يريد أن يقتل شعبنا الفلسطيني، وما يحصل اليوم هو رد فعل لشعبنا ومقاومتنا على هذا المحتل الغاصب. المقاومة الفلسطينية بكل أسمائها، سواء كانت إسلامية أو وطنية أو يسارية، في كل مسميات المقاومة الفلسطينية مجتمعة، هي موجودة ومتجذرة في ضمير الشعب الفلسطيني. نحن اليوم نشاهد أن صحيح أن معقلها وقوتها الضاربة هي موجودة في غزة، ولكن أيضا نحن نشاهد كيف شباب الضفة ينتفض، ولعل عملية عمر أبو ليلى الشهيد الذي استطاع أن يشتبك مع قوات العدو الصهيوني مع العساكر، وأن يقتل منهم وأن يأخذ منهم السلاح وأن يأخذ سيارة ويقودها حتى يصل إلى مكان آخر وينسحب من أرض المعركة ويستهدف هذا العدو ويقتل من عساكره، لدليل على أن المقاومة الفلسطينية متجذرة في كل بقاع فلسطين، سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس. صحيح أن هناك انخفاض وارتفاع في مستوى الأداء بالنسبة للمقاومة، ولكن هذا لا يعني أن هناك ضمور في المقاومة الفلسطينية في مكان ما أبدا. المقاومة أنواع: مقاومة مسلحة، مقاومة بالكلمة، مقاومة بالثقافة، مقاومة بالتراث. بكل أنواع المقاومة هي مطلوبة بالنسبة لأبناء شعبنا، لأن الاحتلال الصهيوني في فلسطين هو ليس احتلالا طبيعيا، هو إحلاليا أيضا، لأن هذا الاحتلال يريد أن يقتلع شعبنا الفلسطيني من جذوره، لا يريد له أن يكون أي أثر، لا ثقافيا ولا إسلاميا ولا أي شيء. وبالتالي كل أنواع المقاومة هي مطلوبة. المرابطون في المسجد الأقصى هو مقاومة لا تقل أهمية عن مقاومة السلاح.
المقاومة في الضفة الغربية تجاه جدار الفصل وتجاه الاستيطان وجهاد الكلمة، كله مطلوب. وإخواننا في 48 إبقاء الثقافة الفلسطينية حاضرة وهويتهم الإسلامية الفلسطينية حاضرة، هذا أيضا نوع من أنواع المقاومة المطلوبة. وبالتالي أن المقاومة تملأ كل فلسطين بأشكالها المختلفة، اليوم تتصاعد في هذا الجانب وتزيد في هذا الجانب، تنخفض قليلا هنا وتزيد هناك، يمارس هذا النوع من المقاومة هنا ونوع آخر من المقاومة هناك. بالنتيجة هذا الشعب لن يستسلم رغم مرور أكثر من 70 عاما على هذا الاحتلال لفلسطين، ولكن هذا الشعب لم يستسلم ومقاومته مستمرة حتى التحرير إن شاء الله. يعني هجومه على مكتب الأستاذ إسماعيل هنية هو يحمل دلالة، هو يعلم أن هذا المكتب فارغ، ولكن هو يريد أن يستهدف الحالة الرمزية. كلنا يعلم اليوم أن حماس هي التي تقود المقاومة في فلسطين، المقاومة المسلحة، وهي عنوان من عناوين البارزة لشعبنا الفلسطيني، واليوم هي تتصدر الشعب الفلسطيني. ولأنها شعبنا الفلسطيني بالمناسبة الذي يتصدر الشعب الفلسطيني هو أكثرهم تضحية، واليوم شعبنا الفلسطيني كله يضحي من أجل فلسطين، ولكن الذي يتصدر هذا المشهد هي حركة حماس. وبالتالي استهداف هذا العدو لمكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إنما هو استهداف معنوي، ويريد، وهي رسالة ليس للمقاومة الفلسطينية، هي رسالة للناخب الصهيوني الذي يحتاج مثل هذه الإجراءات حتى يقتنع بقادة الكيان الصهيوني أنهم قتلة وأنهم يستهدفون قادة المقاومة. هذا هو الذي يريده باستهداف مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ إسماعيل هنية، هذا هو الهدف منها، وإلا هو يعلم أنه مكتب فارغ واستهدافه فقط لكي يقنع الناخب الإسرائيلي أنه يقوم بشيء تجاه المقاومة، ولكن لا يستطيع أن يخفي الحقيقة. اليوم المقاومة تستطيع أن تضرب تل أبيب وأن تقصف وأن تغلق المدارس وأن تجبر هذا الكيان على الدخول في الملاجئ وأن توقف الدراسة وأن تفعل ما لم تفعله جيوش عظمى بهذا الكيان الصهيوني. يعني هم اليوم رد فعلهم كان تجاه المكاتب وتجاه الأبنية السكنية كعادتهم، هم يستهدفون البنية التحتية لأهلنا في قطاع غزة، وهذا الأسلوب الذي يمارسونه هو من أجل إخضاع المقاومة باتجاه الضغط على أهلنا في قطاع غزة. ولكن المفارقة أن أهلنا في قطاع غزة اليوم هم كتلة من المقاومة موحدين متوحدين كلهم على مبدأ المقاومة والحمد لله.